السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزة تاكلي فراخ مشوية يبقى لازم تعمليها بالطريقة دي. هتجيبي فرخة وتغسليها كويس، هنقطع فيها حتت شرائح كده بالسكينة. هنجهز التتبيلة بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، رشة من القرفة، رشة من الحبهان، وكمان رشة من جوز الطيب، عصرة من الليمون الكاملة. جهزنا التتبيلة بتاعتنا، هنضيف عليها معلقة من الزيت ونتبل الفرخة بتاعتنا بيها كويس جدا. هنقعد التتبيلة في الفرخة لمدة ساعة، وبعد كده هندخلها في الاير فراير ونسيبها ساعة، برضو نص ساعة على الوش الاولاني ونص ساعة نقلبها ونحطها نص ساعة تانية. يبقى الفرخة هتقعد ساعة وهتطلع لك احلى فرخه جميله جدا ومشويه. الطريقه دي تقدري تحطيها في الاير فراير، تقدري تحطيها في الفرن بنفس التتبيله دي، تقدري تحطيها على البوتاجاز من فوق كمان وتسيبيها لحد ما الميه بتاعتها خالص تنشف. هتطلع لك احلى فرخه مشويه دقتيها. وبس كده، هي دي كانت طريقتنا النهارده. يا رب